اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين، عاملين ايه؟ في الفيديو ده هقولك ازاي من 10 جنيه او 20 جنيه في اليوم ممكن توفري بتاع 600 جنيه في الشهر، اللي هو ايه؟ بند المخللات، المخلل او السلطه. انت ممكن توفري من المخلل او السلطه اكتر من 600 جنيه في الشهر. ازاي بقى يا ستي؟ طبعا لو اول مره تشوفوا قناتي نوروني بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. طبعا كلنا بنشتري مخلل كل يوم، مثلا على الفطار، على الغدا، على العشاء. في ناس ما بتقدرش تستغنى عن المخلل، فانا هقول لك بدائل المخللات، او انت تعملي ايه عشان توفري في المخلل. بدل ما تصرفي 600 جنيه في الشهر تصرفي 100 جنيه بس. طبعا كلنا يوميا بنجيب قوطه، والقوطه دلوقتي رخيصه جدا. جنب الفطار الصبح قطعي قوطه، جنبيها بصل، طماطميتين وبصلايه، وعليهم بقى معلقه خل وحبه ملح، وتاكلي احلى سلطه. طماطم وخس، الخس دلوقتي رخيص، ممكن تجيبي حزمة خس ب5 جنيه، تغسليها وتنشفيها كويس وتبقى معاكي في التلاجة، تقعد معاكي اسبوع بحاله. هجيب مثلا طماطميتين واحط عليهم ورقتين خس ويبقى معايا سلطة. طماطميتين مثلا وخيارة هيبقى معايا سلطة. يبقى كده انا معايا سلطة للفطار. طب الغدا انا مش عايزة اكل سلطة، او الدنيا ساقعة انا مش بحب السلطة. في ناس بتقولي كده انا مش بحب السلطة في الشتاء بتكون ساقعة، هاكل مخلل. طب ما المخلل برضو بيكون ساقع. هاتي افكار كتير للمخلل بقى. عندك الجزر، الجزر رخيص جدا، هاتي جزر واعملي مخلل. الليمون، لو انت بتحبي تخليل الليمون اشتري الليمون وقت ما يكون رخيص. انا عندي الليمون في الفريزر من ايام ما كان ب15 جنيه. طلعيه وديله غلوة كده سريعة على النار، وبعد كده ايه وهو سليم غلوة بس على النار، وطلعيه وحطيه في مية، وحط عليه بقى ايه، ما تحطيش خل، حط عليه حبة ملح، ويبقى معاكي احلى مخلل تاكلي منه خلال اسبوع. اعملي جزر، اعملي ليمون، اعملي خيار. هاتي كيلو خيار، وبعمل انا الخيار تحفه، هتلاقوا الفيديو عندكم على القناه. بحط عليه كام فص توم كده، وحبهان، وحبه شطه، وحبه ميه، من غير ميه سخنه ولا اي حاجه، ميه عاديه. وبسيبه يومين 3 وباكل احلى خيار مخلل، ومعلقه خل واحده بس. تمام؟ ولا بسلقه ولا بغليه ولا الكلام ده كله. يبقى عندنا الخيار، وعندنا الجزر، عندنا الليمون، عندنا وقت الزيتون. شهر 9 لما ينزل الزيتون هاتي كده 2 كيلو، واعملي برطمان زيتون كده يكفيكي من السنة للسنة. اللفت دلوقتي موجود، هاتي لفت مثلا ب20 جنيه لفت هيكفيكي شهر بحاله. يعني ب20 جنيه هيكفيكي شهر بحاله مخلل تسحبي منه. في ناس كمان بتخلل القرنبيط، في ناس كمان بتخلل الكرنب، في ناس بتخلل البصل الزغنطط. هات البصل الصغير دوت وقشريه وخليه في بطرمان. يعني كل ما يخلص عندك بطرمان اجيب ب10 ولا ب20 جنيه، اجيب كيلو خيار مثلا واعمله. يخلص عندي بطرمان اجيب مثلا لفت واعمله. يخلص عندي اللفت اجيب جزر واعمله. اعمل مثلا بطرمان مشكل، جزر على لفت على مثلا، ما تحطيش الخيار مثلا. واعمل لي بطرمان مشكل. يبقى عندنا كرنب، القرنبيط، عندنا كمان البصل. دي افكار كتيره جدا للمخللات. ما بتحبيش المخللات؟ طماطم، طماطم لوحديها بس وحبه ملح ونص معلقه خل، هتاكلي احلى سلطه. يبقى انا كده في الفيديو ده قلت لك ازاي توفري في بند المخللات. ممكن توفري 500 جنيه في الشهر، بدل ما كل شويه اشتري مخلل، روح هات لنا مخلل، روح هات لنا سلطه، روح هات لنا حاجه تفتح النفس. في ممكن برضو البتنجان، ممكن نعمل البتنجان ويكفينا اسبوع. البتنجان المسلوق، او بابا غنوج، او المسقعه. انت ممكن تعملي الحاجات دي وتحطيها في برطمانات صغيره وتخزنيها في الفريزر. ايوه، البتنجان المخلل ممكن احطه في الفريزر، المسقعه ممكن احطها في الفريزر. بس في ناس مش بتحب الحاجات من الفريزر، بتحب اول باول. هاتي انت البتنجان واسلقيه واعملي له الخلطه بتاعته بتاعه الثوم، وحطيه في التلاجة عندك في برطمان يكفيكي مثلا 3 4 ايام. تمام؟ يخلص ده اعملي مسقعه، يخلص ده اعملي مثلا بابا غنوج، يخلص ده اعملي حاجه تانية. فانت خليكي ست عمليه، قومي اتحركي. ربنا كاتب لك رزقك وكل حاجه، بس لازم تسعي عشان توصلي له. ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى. فانت لازم تسعي عشان ربنا، عشان تاخدي الفلوس بتاعتك. يعني انت مثلا الفلوس بتاعتك هنا اهوت، ربنا بعت لك ان انت هتاخدي مثلا 100 جنيه النهارده، وانت واقفه هنا. ال100 جنيه دي هتجيلك؟ لا، انت اللي لازم تسعي، لازم تتعبي عشان تروحي لها وتاخديها. فاسعي عشان عشان توصلي للي انت عايزاه، وكمان تحافظي عليه. يعني مش اول ما ال100 جنيه تجيلك تصرفيها كلها. اصرف نصها واشيل نصها، اجيب منها الحاجات الاساسيه بس، وما ما اجيبش الحاجات اللي ملهاش لازمه. الحاجات دي على فكره يعني جوزي بيجيبها لاولادي مره واحده في الاسبوع. تمام؟ المقرمشات دي مره واحده في الاسبوع. ولما جوزي بيجيبها مش بحطها كلها كده قدام اولادي، لا، انا بحط لهم على القد،
وبشيل الباقي لما مثلا على اخر اليوم نفسهم في حاجه حلوه واطلع حبه صغيرين. كل طفل مثلا ياخد ملبسايه، دي حاجات توفير في الحلويات. هعمل لكم بند لوحديه عن التوفير في الحلويات. ولو الفيديو ده عجبكم، عشان ما اطولش عليكم، منورين طبعا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد، وقولوا افكاركم في التوفير ايه في التعليقات، وانتم محتاجين اعمل لكم فيديوهات عن ايه برضو في التعليقات. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.